ننقل بقى المسألة هنا اللي عليها الدور، اللي هي رقم 3. س تربيع زائد 2 في كاف ناقص 1 س زائد 2 كاف زائد 1 يساوي 0، وعايز الجذرين. طيب تعال نشوف هنحلها ازاي. نفس رأس السؤال بالظبط. عندي اللي هو الجذرين حقين متساويين، يبقى المميز بصفر. حدد الألف بتاعك، والله الألف بواحد، وادي الب اهو، وادي الجيم اهو. تمام. يبقى الألف تمام. واحد الب 2 كاف ناقص 1. واحد، والجيم باتنين كاف. 2 كاف زائد 1. اوكي. تمام. المميز ب تربيع ناقص 4 ألف جيم يساوي صفر. بما إن الجذرين حقين متساويان، يبقى المميز بتاعي يساوي صفر. ب تربيع ادي الب اهي، يبقى 2 في كاف ناقص 1 الكل أس 2 كده، ناقص 4 الألف بواحد في الجيم بكام؟ باتنين كاف زائد 1 ويساوي صفر. طيب هدخل الاتنين دي على القوس دي الأول. 2 في كاف باتنين كاف، ناقص 2 في واحد 2 كاف. باتنين الكل أس 2، ناقص ندخل الأربعة في واحد على القوس ده. 4 في واحد طبعا ب4. خلي بالك انت بتدخلي سالب 4، بتوزعي سالب 4، فسالب 4 في 2 كاف بسالب 8 كاف. سالب 4 في موجب واحد بسالب 4، يقول يساوي صفر. تمام كده. تمام. طيب 2 كاف ناقص 2 الكل أس 2. تبقى 4 كاف. تمام. 4 كاف ايه بقى؟ تربيع صح؟ لا. ايوه 4 كاف طيب تربيع. ناقص الأول في التاني في 2. 2 في 2 ب4 في 2 ب8، 8 كاف زائد 4. 4. هنزل ده زي ما هو كده، وناقص 4 تنزل اهو. خلاص. تمام. تمام كده. الأربعة هتروح مع الأربعة. الله ينور عليك اهو. يبقى 4 كاف تربيع ناقص 8 كاف، وناقص 8 كاف يعني ناقص 16 كاف يساوي صفر. خلاص. ممكن تمام. اخد الأربعة كاف عامل مشترك يا جنى اهو، وافتح قوس. 4 كاف تربيع على 4 كاف، 4 على 4 هي تطير، 4. وكاف تربيع مع على الكاف أربعة هي كاف كاف. تمام. ماشي. سالب تمام. هناخد طبعا سالب 16 على 4 فيها الأربعة، والكاف تطير مع بعض 4. يساوي صفر. اوكي. بص بقى يا تمام. ستي. إما 4 كاف تساوي صفر، ومنها الكاف تساوي صفر، وإما كاف ناقص 4 تساوي صفر، ومنها الكاف بكام؟ ب4. خلاص كده. تمام. تمام. لما يكون عندي الكاف بصفر بقى، خدت بالك أعوض أيوة. إزاي؟ طيب عارفة أنت اللي هو الجزء بتاع القانون العام، اللي هو لما بنيجي نعمل كده آه، سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. ماشي، ركزي كده عشان هنجيب الجذرين. خلاص احنا كده هنجيب الجذرين اهو. ماشي. سالب ب، تمام. الب بكام؟ 2 كاف ناقص 1. الب اه 2 كاف ناقص واحد صح، هندخل عليها السالب تبقى ايه؟ سالب 2 كاف ناقص 1. ناقص واحد. تمام. موجب او مم. سالب اهو. الب تربيع ناقص 4 ألف ج. تمام، احنا جبناه اصلا بايه؟ لو تطلع بصفر اصلا ده. صح. تمام. صح. لان قال لي أيوة الجذران صح. ايه؟ حقين متساويان، فالمميز اصلا بصفر. يعني مش هعمل فيه حاجه بقى. خدت بالك؟ على بصي بصي خدي بالك بقى. ده خلاص بقى ده بصفر بقى، لانه قال لي في البدايه الجذران ايه؟ حقين متساويان، فده بصفر اصلا. المميز بصفر. انت واخده بالك انا ما عملتش هنا 4 الف ج وضربته والكلام ده. تمام. طيب 2 الف بقى، 2 في واحد. خلاص هنعتبر ان ده مش موجود بقى خالص. سالب 2 كاف ناقص واحد على الاتنين. هو انا لما جبت الكاف بصفر، مش انا هعوض هنا بصفر؟ يبقى اه. سالب 2 في صفر ناقص واحد. خلاص كده. على تمام. 2. طيب سالب 2، ثواني كده بعيد بس عشان ظهري. او احنا ممكن نعمل ايه يا جنى؟ عشان دي مش هتوصلنا لحاجه. سالب 2 كاف ناقص واحد على الاتنين ده اهي. احنا دي لما دخلنا الاتنين ده على القوس ده 2 في كاف باتنين كاف ناقص الاتنين، انا حطيتها هنا واحد مش اتنين. ماشي. فديت هتكون ايه؟ اتنين اهي، زي ما احنا ماشيين كده. ماشي. طب سالب 2 في صفر بصفر صح، ناقص 2 على 2 يديني ايه؟ سالب
واحد. سالب واحد. خلاص كده. تمام. تمام. يبقى انا دلوقتي تاني بس بقى واحده واحده كده. احنا قلنا هنا الباء باتنين في كاف ناقص واحد، الاتنين دي تخش على القوس ده، يبقى اتنين في كاف باتنين كاف وناقص اتنين. صح. يبقى اتنين كاف ناقص اتنين. في حاجه، السالب اللي هو اتحط قدام الباء دي هيغير لي الاشارات، فيكون سالب اتنين كاف زائد اتنين. اوكي. فدي هتنزل تمام. زائد عشان دي احنا ما خدناش بالنا منها. اوكي. طيب فيبقى سالب اتنين في صفر بصفر. خلاص كده هيبقى موجب اتنين على الاتنين في المقام هيساوي موجب واحد. بس يبقى ده قيمة الجذر الأولاني واحد. وهما كده كده الجذرين ايه متساويين يبقى واحد. يبقى أنا قيمة كاف عند كاف يساوي صفر. ها يبقى الجذرين بكام؟ واحد والجذر التاني بواحد برضه. بس. تمام. اوكي كده. تمام يا مس. تمام. طب لما يكون الكاف بأربعة أهو نفس الفكرة. بصي سالب ب موجب أو سالب بجذر التربيع للصفر بقى مش هكتب تاني على موقعين على ايه اتنين ايه ألف ألف بواحد. صح. طيب صح. سالب ب السالب ب الب باتنين كاف ناقص واحد اتنين لما دخل على السالب فهتكون سالب اتنين كاف سالب اتنين زائد كاف ناقص اتنين. اتنين زائد اتنين. تمام. اه زائد اتنين. ما هو السالب حبيبتي مش هو سالب ب. السالب تخش هنا اه. تبقى سالب وده يبقى زائد. صح. سالب اتنين كاف زائد اتنين على الاتنين. اتنين عوضي بقى اتنين. المرة دي عن الكاف بأربعة. يبقى سالب اتنين سالب في اتنين في أربعة أربعة. زائد اتنين على الاتنين. سالب اتنين في أربعة بكام؟ بسالب تمانية. سالب تمانية. طيب سالب تمانية زائد اتنين. المفروض ديت فيها حاجة برضو علشان خاطر ايه. لحظة واحدة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. نبص عليها تاني هنا كده. أربعة. لا ده سالب تلاتة. ماشي ماشي. طيب سالب ب موجب أو سالب قلنا الجذر التربيعي الايه للصفر على الصفر. اتنين. طيب احنا قلنا ب اللي هو اتنين في كاف ناقص واحد. فالاتنين تخش على المقدار ده يبقى اتنين كاف ناقص اتنين. طبعا سالب هيبقى سالب اتنين كاف ناقص ايه الاتنين. خلاص. طيب زائد بقى اتنين اللي هو ايه المقدار ده. خلاص كده. على اتنين. تمام. ماشي. احنا قلنا الكاف التانية بأربعة أو سالب أربعة. كاف بأربعة وهنا صفر. لما أعوض عن الكاف بأربعة يبقى سالب اتنين في أربعة. المفروض تديني نفس الإجابة. سالب اتنين كاف يبقى سالب اتنين في أربعة اللي هو زائد اتنين على الاتنين. سالب اتنين في أربعة اللي هي سالب تمانية سالب تمانية. زائد اتنين على الاتنين. طيب يبقى سالب تمانية واتنين كام؟ سالب ستة. سالب سالب ستة ستة. على الاتنين يدينا سالب سالب تلاتة. تلاتة. ماشي. يبقى الجذرين اللي هما الحرفين المتساويين اللي هو سالب تلاتة وتلاتة لما يكون الكاف بأربعة. خلاص. ماشي. هي بس محتاجة تركيز في حتة الإشارات ديت. ماشي. والدنيا تبقى تمام. يبقى أنا دلوقتي جبت قيمة الجذرين عند الكاف بصفر طلعت لي واحد وواحد. جبت قيمة الجذرين عند الكاف بأربعة طلعت لي إيه سالب تلاتة وسالب تلاتة. تمام كده. تمام يا مس. تمام. طيب رقم أربعة اللي هي س تربيع ناقص اتنين كاف س زائد سبعة كاف ناقص ستة س زائد تسعة يساوي صفر. وبيقول لي ثم أوجد برضو إيه الجذرين. حلي بقى معايا. هكتبها بس هنا الأول وإيه ونظبطها مع بعض. س تربيع ناقص اتنين كاف س زائد سبعة كاف ناقص ستة س زائد تسعة يساوي صفر. أوكي. الفكرة الجديدة اللي هي تظبيط المعادلة هنا يا جنى. بصي بقى. احنا عارفين ان المعادلة التربيعية انت عندك هنا س تربيع ولسه اللي هو فيه السين والثابت. صح. فس تربيع اه. موجود زي ناقص. بصي بقى انا بعمل ايه. ده مع ده هو يتلموا مع بعض. ماشي. عشان انا عايزة السين هلمهم بقى. خدت بالك. تمام. تمام. طيب فايه زائد ممكن افتح قوس كده. ها. اتنين كاف السالب س. 2 كاف س ده والسالب 6 س دي انا هاخد منهم السين عامل مشترك. فهيبقى سالب 2 كاف ناقص 6 مضروبة في السين. صح كده. ها. تمام. تمام كده والإشارات متظبطة. فاهمة. اه يا مس. اوكي.
بعد كده هتلاقي ان ده 7 كاف وزائد 9 مع بعض كده. ادي معاك الالف اللي هو بالواحد، والب اللي هو -2 كاف ناقص 6، والجيم اللي هو مين ده على بعضه. 7 كيف. 7 كاف زائد 9. طيب بما ان بقى الجذرين حقين ومتساويين، يبقى المميز بيساوي ايه؟ صفر. يبقى ب تربيع ناقص 4 ألف جيم هيساوي صفر. ماشي. الب تربيع تمام. بكام؟ ب -2 كاف سالب ناقص 2 كيف 6 ناقص كل أس 6. 2 ناقص تمام. 4 في 1 في 7 كاف 7 كيف زائد زائد 9. 9. اهي نعمل قوس كبير كده ويساوي صفر. مربع ده، قولي لي بقى مربع السالب 2 كاف. هتبقى 4 كيف أس 2 تمام. ناقص سالب 2 سالب طيب لحظة 6. واحدة لحظة واحدة. -2 كاف في -6 بكام؟ 12. 12 في 2 24. يبقى موجب نا- 24 كاف. صح كده؟ تمام. وسالب 6 في 2 هتبقى 36. 36 صح. تمام. ناقص، لحظة واحدة بقى. هندخل 4 في 1 ب4، هندخلها بقى على القوس ده. خدت بالك؟ 4 في 7. 4 في 7 هتساوي 28 كيف. زائد 4 في 9 هيساوي 36. 36 صح. هنزل ده زي ما هو برضو. 4 كاف تربيع زائد 24 كاف زائد 36. بص الإشارة السالب هتشقلب كل ده. دي بدل ما هي موجب هتبقى سالب يبقى 28 ناقص كاف 28 كيف ناقص ناقص 36. 36 يساوي صفر. نطير بقى دي ترمع مع ده، ده ترمع مع ده مع السلامة. يبقى 4 كاف تربيع موجب 24 وسالب 28 يبقى سالب 4 كاف صح؟ يساوي صفر. تمام. هاخد ال4 كاف عامل مشترك اهو. افتح قوس. 4 كاف تربيع على 4 تساوي كاف كيف. كاف كيف. ناقص 1 ويساوي صفر. إما 4 كاف يساوي صفر ومنها الكاف بكام؟ بصفر. صفر. وإما كاف ناقص 1 يساوي صفر ومنها الكاف بكام؟ ب1. طيب تعالي نجيب المميز هنا، قصدي نجيب اللي هو اسمه ايه الجذور بقى. ماشي. طيب تمام. عندك كف بصفر. والله ده السالب ب موجب او سالب جذر صفر، مش هعمل في حاجه على 2 الف لان الجذرين اصلا متساويين حرفيا، فهيكون المميز بصفر. خلاص. الب بكام؟ بسالب 2 ناقص سالب 6. 2 بص كيف بقى ناقص ركزي 6. كده. لما السالب تخش على الب هتخلي دول كلهم موجب، يعني 2 كاف زائد 6 على 2 في الف يعني 2. عندك كف 2 بصفر. بصي عندك كف بصفر يبقى هعوض عن الكف دي بصفر. 2 في صفر بصفر بصفر. زائد 6 على الاتنين. 6 على الاتنين فيها التلاتة. 3. تمام. خلاص. ادي اول حاجة. تمام يا مس. يبقى عندك كف بصفر يبقى الجذران 3 و3. خلاص يبقى صفر والجذران 3 و3. طب لما يكون الكف بواحد نفس الفكرة. بصي اهو 2 كاف زائد 6 على الاتنين، ما هي اصلها نفس الحكاية بقى، بس الفرق في الكف بقى. كف واحد يبقى 2 في واحد بكام؟ ب2 زائد 2 6 زائد واقسم على 6 الاتنين. هتساوي 2 و6 8. 8 على الاتنين فيها 4. الواحد 4. يبقى عندك كاف بواحد. ها؟ الجذران كام؟ هتساوي 4. 4. بس. تمام. ها. مظبوط كده. تمام يا مس. اوكي امسح. اه يا مس. تمام تمام تمام. طيب ده بالنسبة للسؤال ده. مثلا نيجي للسؤال اللي بعده يا جنى، بيقول لي ايه؟ اوجد قيم العدد الحقيقي م التي تحقق ان المعادلة اللي قدامي دي ليس لها جذور حقيقية. هو ليس لها جذور حقيقية يعني المميز بتاعي ايه؟ أقل من الصفر. الله ينور عليك. نكتب المعادلة هنا. ليس لها جذور حقيقية يعني المميز بتربيع ناقص 4 ألف ج أقل من الصفر. نحلها بقى على أساس كده. معاك الألف بكام؟ بميم ناقص 1. طيب والب بكام؟ بسالب سالب 2 ج. 2 ميم. والجيم بميم. ها. صح كده؟ تمام. أول اه. حاجة نعوض عن الب بكام؟ بسالب 2 ميم، يعني سالب 2 ميم بس بكل أس 2.
ناقص ميم. 4 في الألف بكام؟ بميم الميم ناقص واحد. واحد. ماشي. والجيم بكام؟ بميم ميم. أقل من الصفر. خلاص. سالب 2 ميم أس 2 بأربعة ميم أس 2. أربعة ميم. واحدة واحدة بقى في اللي جاي ده. لحظة. هضرب السالب أربعة في ميم ناقص واحد. ثانية واحدة ثانية واحدة. الميم دي يعني بس الميم دي هحطها هنقلها هنا كده. ماشي. همسحها من هنا. طب ليه أنا بعمل كده؟ عشان أضرب في 4 ميم على طول. القوس كله مرة واحدة نخلص يعني. فهتضربي سالب 4 ميم. أصل ال 4 ميم دي إشارتها سالبة، خدت بالك؟ يبقى ناقص تمام. 4 ميم أربعة في ميم. ميم يبقى ميم بأربعة أس ميم أس اتنين. 2. سالب في سالب بموجب. 4 ميم في واحد بأربعة ميم. كل أربعة. ده أقل من الصفر. خدي بالك بقى. مش دي تطير مع دي. يبقى اه. 4 ميم أقل من الصفر بالقسمة على 4 هنا وهنا طرفي المتباينة. يبقى الميم أقل من الصفر. بصي ركزي. يبقى قيم ميم هنا بتنتمي لفترة. أصل هي أقل. ماشي. أمسح العلامة اللي أنا عملتها تحت دي، أصل دي لها دلالة معينة. يبقى ميم مم. ينتمي لإيه؟ هي بكل يعني قيمة ميم دي تاخد إيه؟ كل القيم الأقل من صفر. تمام. تمام. تنتمي للفترة دي. تمام. رقم ينتمي للفترة دي. الميم تاخد الإيه؟ القيمة دي. تمام. فأقل تمام. من الصفر يعني مين؟ اللي هو سالب ما لا نهاية وبعد كده الصفر. هفتح من هنا ودي تبقى مفتوحة الصفر لأن مفيش علامة يساوي هنا. فالميم هتنتمي للفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية لحد صفر. أي رقم ينتمي للفترة ده هو فإيه قيمة ميم تكون إيه تساويها. تاخد أي قيمة من هنا. أوكي. تمام يا مس. تصور الحل. اه صورتها. أوكي تمام. طيب بصي بقى يا جنى، في ملحوظة برضو عايزين نقولها احنا ما قلناهاش تبع الدرس برضو. بصي يا ستي. بيقول لي إذا كانت المعاملات اللي هي الألف والباء والجيم في المعادلة التربيعية، اللي هي مثلا ألف س تربيع زائد ب س زائد ج يساوي صفر. أعداد نسبية. ها. وكان المميز مربع كامل. إذا الجذران حقيقيان نسبيان. واحدة واحدة. يبقى التعريف انت كتبت لي مس. يقول لي لو المعادلات ألف وب وجيم اللي هي اللي في المعادلة التربيع ده اهي أعداد نسبية. يعني إيه أعداد نسبية؟ يعني ما ينفعش تكون مثلا جذر سبعة. ما ينفعش تكون جذر التكعيبي مثلا لتسعة. خدت بالك دي غير نسبية. تمام. تمام. يعني مثلا أربعة تمام. خمسة ستة مثلا يقول لك نص طول تلاتة على أربعة. أهم حاجة تكون أعداد لو اتحطت تحت الجذور تخرج من الجذر يعني لها جذر تربيع أو لها جذر تكعيب. ده المهم. زي بقى الأرقام تمام. زي بس ما ينفعش تبقى جذر سبعة. ما ينفعش تبقى جذر التكعيب التسعة. ليه؟ لأن الجذر سبعة ده ملوش جذر تربيعي أصلا. السبعة ليس مربع كامل. وجذر التكعيب التسعة لا مرفوض برضو لأن التسعة إيه؟ ليست مكعب كامل. تمام. طيب. تمام. وكان المميز مربع كامل. يعني ايه المميز مربع كامل؟ اي له جذر تربيعي. يعني ايه؟ يعني لو جبت المميز كده وظبطت الرقم تحت هنا كده ممكن يطلع لك 49 64 25. اي عدد له جذر تربيعي مربع كامل يعني. 49 جذرها 7. ال 64 جذرها كام؟ 8. تمانية. 60 جذرها 5 وهكذا. خدتي بالك؟ تمام. دي معنى اه. كده. فلما يكون بقى المعادلة التربيعية اللي قدامي ده اهي الألف والب والجيم لها اسمها ايه يا رب اللهم صل على سيدنا محمد. الالف والب والجيم دي اعداد نسبيه. ها. والمميز بتاعي مربع كامل. يبقى الجذرين بقول عليهم حقيقيين نسبيات. تمام كده. دي الملحوظه اللي تمام. عايزين نقولها. ماشي. طيب. خلينا نشوف مثال على الكلام دوت مع بعض كده ونشوف الفكره اللي ايه متطوره شويه اللي تيجي عليها نقولها مع بعض. ونكمل حل برضو الحصه القادمه باذن الله. طيب مثلا معادله زي دي يقول لي اللام س تربيع زائد اللام ناقص الميم س ناقص ميم يساوي صفر. ماشي. هو بيقول لي اذا كان تمام. لام وميم لام وميم الارقام لام وميم ده اهي اعداد نسبيه. ماشي.
تمام. فيثبت ان جذري المعادله عددان نسبيان. عارفه لما يقول لي اثبت ان جذري المعادله عددان نسبيان، يبقى اكيد المميز هيطلع مربع كامل، ده اكيد صح صح. كده. طيب، اول حاجه هجيب المميز، الب تربيع ناقص الاربعه الف ج اهو. هو الالف بكام؟ بلام. طب الب بكام يا مس؟ بلام ناقص. لام ناقص ميم. والجيم بكام؟ بسالب ميم. ميم. صح الكلام. ب تربيع، صح. هو الب بايه؟ بلام لام ناقص ناقص ميم كل ناقص. اسم. كله سنين صح. أربعة في الألف ب... بلام، لام. والجيم بسالب ميم أهو يساوي لام ناقص ميم الكل تربيع. هربع الأول لام تربيع ناقص الأول في التاني في اتنين، يبقى تبقى اتنين 2 لام ميم. لام ميم مربع التاني زائد ميم تربيع ميم أس بقى 2. ناقص أربعة في لام في أربعة سالب ميم بسالب أربعة لام سالب ميم. 4 لام ميم. هتدخلي بقى السالب عليهم، هتبقى موجب أربعة لام ميم. أوكي، لسه هنظبط. بص تمام. لام تربيع، ها، دي في الأول، سالب اتنين لام ميم وموجب أربعة لام ميم يديك ايه؟ موجب اتنين لام ميم، ونزل الزائد ميم تربيع، صح كده؟ صح. بصي بقى المحفظة اللي جاية دي. فاكرة في تانية إعدادي لما كان يقول لي حلل المقدار الثلاثي المربع الكامل؟ قبل ما نبدأ نحلل، مش كنا الأول بنعمل اختبار صغير كده لأنها ممكن ما كانتش تتحلل مربع كامل؟ ايه هو بقى؟ أيوة. شروط المقدار الثلاثي المربع الكامل ايه بقى يا جنى؟ ان الاول يكون مربع كامل دائما وهو موجب دائما. ماشي. الحد الاخراني اللي هو التالت ده بيكون ايضا مربع كامل وهو موجب دائما. طب الحد الاوسط عبارة عن ايه؟ بصي، موجب او سالب اتنين في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. الكلام ده موجب او سالب تبع الاشاره اللي هنا، يعني هو لو موجب فهنختار الموجب، لكن لو كانت سالب فهتكون ايه؟ السالب. طب اتنين في جذر الاول، ادي اتنين اهي تنزل، انا موجب اهو. اتنين في جذر الاول، هو الاول ايه؟ لام تربيع، جذر اللام تربيع لام. طب جذر التالت، ما هو التالت ميم تربيع، جذر الميم تربيع ايه؟ ميم. يبقى اتنين لام ميم فعلا زي ما هو مكتوب، صح. يبقى الاولاني صح. فعلا مربع كامل وهو موجب دائما، والتالت مربع كامل وهو موجب دائما، والحد الاوسط عبارة عن ايه؟ موجب اتنين في جذر الاول في جذر التالت. اذا المقدار ده اهو مربع كامل. تمام. طالما المميز بتاعي ده، المميز خلي بالك، ها، طالما المميز بتاعي ده هو طلع مربع كامل، ها، يبقى اذا الجذران حقيقيان حقيقيان نسبيا. نسبيان. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كده. ها، وصلت؟ فهمتي؟ تمام. اه فهمتها. فهمتها كويس؟ اه يا مس. في نقطة شاكة فيها كده ولا كده؟ لا. اوكي جود تمام. امسح. اه يا مس. تمام. طيب، تعالي بقى نشوف مثال آخر كده. كده حلينا دول. طيب بصي يا ستي، شايفه السؤال التاني ده اهو، تقدري تحليه. اثبت ان جذري المعادله 2 س تربيع ناقص 3 س زائد 2 يساوي صفر، مركبان وغير حقيقيين، ثم استخدم القانون العام لايجاد هذين الجذرين. لما يقول لي عايز يثبت ان هما مركبان وغير حقيقيان عن طريق المميز، صح. طب هو في حاله صح. المركبان وغير حقيقيان كان المميز بيكون ايه؟ اقل من الصفر. أقل من الصفر. يبقى انا هجيب المميز، والله لو طلع قيمة اقل من الصفر يبقى فعلا مركبان وغير حقيقية، وبعد كده اشتغل القانون العام واجيب الجذور بس. تمام. عرفت تحليها؟ اه يا مس. يلا بسرعة.